عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سباغيتي بالصلصه البيضاء. كتجي زوينه ولذيذه تعجب الكبير والصغير. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، تبعوا معايا حتى الاخير. بالنسبه للمقادير، عندي واحد بصله كبيره قطعتها رقيقه، وعندي لاداند، واللي بغى يدير صدر ديال الدجاج يديرو، وسباغيتي، وكيبقى على حساب عدد الافراد. اول حاجه غادي ناخذ واحد المقيله درت فيها شويه ديال الزيت البلديه والروميه، غادي ندير فيها البصله وغادي نردها تشحر. بعد ما تشحرت لي البصله شويه كيف كتشوفوا، في نفس الوقت رديت الماء كيغلى باش غادي نرمي سباغيتي. دابا غادي ندير لادان، غادي نضيف الملح والبزار شويه ديال السكينجبير، غادي نخليهم دابا يتشحروا مزيان حتى يطيب ليا هاد لادان. بعد ما غلى ليا الماء غادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، وغادي ندير سباغيتي تسلق. دابا لادان دول البصله ها هما طابوا، غادي نحيدهم وغادي ندير لاصوص بيشاميل. بالنسبه للاصوص بيشاميل عندي 2 معالق كبار ديال الزبده، 3 معالق كبار ديال الطحين، لتر ديال الحليب، وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، ونزيد واحد شويه ديال الكوزه باش نسم لاصوص. دابا غادي نرد الزبده تذوب. بعد ما ذابت الزبده غادي نضيف الدقيق، غادي نحركو، غنخليه يطيب بحال غنطيب واحد شويه. عاد غادي نزيد الحليب، غادي نبدا نضيف الحليب بشوي بشوي. دابا غادي نضيف شويه ديال الملحه، وما نساوش بان سباغيتي راه مسلوقه في الملح، ولادان والبصله طايبين بالملح باش ما يجيناش مالحه بزاف. غادي ندير شويه ديال الكوزه، كتبقى اختياريه اللي بغى يديرها، هي كتبنن لينا هاد لاصوص بيشاميل. دابا غادي نبقى نحرك فيها حتى طيب، غير ما نوقفوش من التحراك. بعد ما طابت سباغيتي وصفيتها، دابا غادي نضيف لها واحد معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده هكا باش ما تلصق لياش على ما طابت ليا لاصوص بيشاميل. غادي نحركها مزيان حتى تذوب هاد الزبده باش ما تلصقش. بعد ما وجدت ليا لاصوص بيشاميل، دابا غادي ناخذ لاداند، غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الزعتر، غادي نضيف ليه واحد شويه ديال لاصوص بيشاميل، وهذا الباقي ديال الكميه غادي نزيدو على سباغيتي. كيف كتشوفوا الطريقه راها ساهله كتجي لذيذه. غادي نضيف باقي الصلصه تاع هاد لاصوص بيشاميل، غادي نزيدها على هاد السباغيتي.
وغادي نخلطها مزيان حتى ندخل فيها هاد لاصوص باش كتجينا بنينه. غادي نخلطها مزيان. وغادي نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. كيف كتشوفوا راه كيجي زوين وكيجي لذيذ، وصفه للغداء ولا العشاء، وكتعجب الوليدات خصوصا. بالنسبه للتقديم تقدروا تضيفوا ليه شويه ديال الفرماج، كيبقى اختياري الا بغيتوه، كيزيد في البنه. وساهل دغيا كيوجد، ما كياخذش منا وقت طويل. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش ديروا لي لايك، بارطاجيو الفيديو الى عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله، والى اللقاء.